وهنا انا كان لازم اتدخل. في ناس كتير قوي مشيت ورا الترند بتاع اللو فوليوم هاي انتنسيتي، وطبعا الناس دول كانوا عاملين زي القطيع كده ماشيين ورا الترند وهم مغمضين عينيهم، ولمجرد انهم شافوا فيديو لحد بيقول اتمرن شكلين للعضله كل شكل مجموعتين راحوا عملوا كده وبقى هو ده الترند، والجيم كله بيتمرن بنفس الطريقه. طيب انا قبل ما اكلمكم كده على الجزء العلمي واللي انا شايفه في الموضوع ده، خليني اكلمكم عن قصه كده انا عشتها وشفتها من كام يوم. كلمني واحد صديقي في الجامعه قال لي انا بتمرن لو فوليوم هاي انتنسيتي بقالي شهرين وما بشوفش اي تطور وما بشوفش اي نتيجه، يا دوب محافظ على شويه العضلات اللي عندي. فقعدت معاه وقلت له انت كان نظام تدريبك قبل ما تتمرن بالاسلوب ده كان عامل ازاي؟ قال لي بتمرن من 4 ل5 اشكال للعضله الواحده، كل شكل من دول 3 مجموعات، بوصل للفشل العضلي في معظم مجموعاتي او بكون قريب منه بعدة او بعدتين، وكمان بعمل تيمبو، مهتم قوي بالعدة السلبية بتاعتي ومهتم كمان بالجودة بتاعت المجموعة بتاعتي ان هي تكون كويسة. ومن ساعة ما شاف فيديوهات الترند دي بدأ ان هو يلعب شكلين بس للعضلة، كل شكل مجموعتين بس في الاسبوع. فانا اللحظه كده وقفت قلت له يعني انت نازل من حمل تدريبي عالي لحمل تدريبي واطي ومستني ان انت تتطور؟ يا اخي احمد ربنا ان انت محافظ على شويه العضلات اللي عندك دي اصلا. حرفيا اللي هو عمله ان هو قلل الحمل التدريبي بتاعه، وده شيء مؤكد ان انت مش هتقدر تعمل بروجريسيف اوفرلود وبالتالي مش هتتطور. فانا قررت ان انا اعمل الفيديو ده عشان الناس اللي مشيت ورا الترند ده وهم مش فاهمين يعني ايه لو فوليوم هاي انتنسيتي وبداوا ينفذوا كده وخلاص. مبدئيا كده انا عندي في المنحنى بتاع المجاميع بيقول ان افضل مجاميع للهايبرتروفي او للبناء العضلي بتكون من 7 ل 9 مجاميع للعضله الواحده. اقل من كده هخش في حمل تدريبي قليل، واعلى من كده هخش في حمل تدريبي عالي، الا لو انا شخص طبعا متقدم وبستخدم استرويد، دول احنا ملناش دعوه بيهم عشان دول احمالهم التدريبيه بتكون عاليه جدا وبيوصل بيهم الموضوع لان هم بيتمرنوا العضله اكتر من مرتين في الاسبوع وتمرينهم بيكون اكتر من مره في اليوم الواحد. وهل معنى كده ان اللو فوليوم هاي انتنسيتي غلط؟ الاجابه لا طبعا، بس بشرط ان انت تعمله صح وتعمله على حسب احتياجك انت من عدد المجموعات والشده التدريبيه بتاعتك عامله ازاي.